اليوم جايبة لكم موضوع مرة مهم، واللي هو تكملة للسلسلة اللي حنا بديناها. اليوم الموضوع بيكون عن هل أقدر أحبك وأنا عندي حدود؟ أبغى أجاوب على سؤال مهم جدا. واحد من أكثر الأسئلة اللي أسمعها من الناس اللي يحبون بصدق واللي يحبون بعمق، هل أقدر أحب وأنا عندي حدود؟ يعني هل ممكن أقدر أكون صادق في مشاعري وفي نفس الوقت أقدر أقول لا؟ تعال نبدأ من أول سطر. الحب بصورة عامة ما هو مسح شخصية. المشكلة أن كثير من الناس يظنون أن الحب أني أذوب فيك، أني أعيش لك، أفكر بك، أنت الأول والأخير في حياتي وأنت كل شيء بالنسبة لي. بس الحقيقة ما هي كذا. الحقيقة أن الحب ما هو انصهار، الحب توازن. لما أحبك وأحط حدودي أنا قاعد أحبك بوعي، عشان هنا أنا مو قاعدة أصير نسخة ما هي مشابهة عن نفسي، ما هي مشابهة عن شخصيتي. أنا قاعدة أحبك بدون ما أمسح شخصيتي. أحبك بس أبغى مساحتي. أحبك بس ما أحبك تقرب على جوالي، هذه خصوصيتي. أحبك بس وقت الزعل ما أحب الصراخ، ما أحبك تصارخ علي. يحبك يفهمك، اللي يحبك يقدرك، اللي يحبك حيعيش عشانك. واللي يتحكم بك هنا حيتضايق لو انك بديت تقول انا ابغى مساحتي وانا ابغى حريتي وانا ما ابغاك تقرب على مساحتي الشخصية وعلى جوالي. هنا حيتضايق. ليه؟ عشان عنده حب السيطرة، عشان عنده حب الكنترول، وهذا حب توكسيك. للأسف هذه علاقات تكون علاقة سامة. انت ما خلقت عشان تمشي على مزاج الناس. مو لازم تتغير عشان اللي قدامك يرضى بك، مو لازم تتغير عشان تعجب اللي قدامك، مو لازم تتغير او تنزل معاييرك او تقدم تنازلات عشان اللي قدامك يرضى بك. اللي يحبك حيقدر خصوصيتك، حيحترم حدودك وحيتقبلها، يحبك بعيوبك، حيحبك بواقعك، حيحبك بشخصك. ما حيطلب منك انك تتغيري عشان فت المعايير حقته. اللي يحبك حيحبك كما انتي. اما اللي يبيك دايم موافق، دايم ساكت، دايم موجود، هذا ما يباك انتي. هذا يبى نسخة تتوافق مع المعايير اللي هو يبغاها. يبغى شخص يقدم تنازلات، يبغى شخص ما عنده حدود، يبغى شخص ما يقول لا، يبغى شخص مطيع سهل كل شيء. هذا ما يبغاك انت، هذا ما تقبلك انت، ما تقبلك بعيوبك، بجمالك، بأفكارك، بحدودك، بمساحتك. هذا يبغى يسوي نسخة تتوافق معه هو، وهذه النسخة ما هي انت، هذه نسخة واحدة ثانية ما هي انت. اشرحي حدودك ولا تفرضينها. ايش اقصد انا؟ حدود ما تنجح لو قلتها في طريقة عدوانية، قلها باسلوب صادق ومحترم. احب كذا، انا يناسبني لو صار الشيء هذا بهذا الشكل. انا اتضايق من الكلام هذا، انا اتضايق من التصرف هذا. انت هنا قاعدة تشرحي حدودك باسلوب راقي وهادئ، مو قاعدة تفرضينها بعدوانية. بعدوانية ترى ما حدا حيجي معك. بعدوانية حيسمعوا لك بس حتدخل من هنا وحتطلع من هنا. صدقيني اللي يقدرك حيسمعك. الحدود يا بنت الناس، الحدود تظهر الحب الناضج. الحب الناضج ما هو بس مشاعر، ومسؤولية واحترام وحماية للطرفين. الحدود تساعد انك تستمرين في العلاقة هذه، تمنع التعدي، تمنع التطفل، تمنع التسلط، تمنع الاحتراق النفسي. المغزى من ذا المقطع هو تسألني هل أقدر أحبك وأنا عندي حدود؟ اسأل نفسك هل تقدر تحبني وأنا عندي حدود؟ اللي يقدر هلابة، واللي ما يقدر الله معه. اللي يقدر هلابة، واللي ما يقدر
الباب يوسع جمل. حياتك ما توقف على حد، ولا الشخص هذا هو آخر حبة في الكون. لا تخسري نفسك في علاقة تكون نسخة ما تشبهك. هنا انت قاعدة تمسحي شخصيتك. لا تسمعي حق الشيء هذا، لا تسمحي لا تسمحي لا تسمحي، أرجوك. الشخص أو العلاقة اللي تمسح شخصيتي بلاها، ما أبغاها. عيشي وحيدة ولا تعيشي في علاقة تمسح شخصيتك. الحب الحقيقي ينولد من الصدق، الاحترام، ويعيش إذا في حدود. أتمنى أنكم استفدتوا من المقطع هذا، وإن شاء الله ما طولت عليكم، وأشوفكم في الحلقة الجاية في سلسلة حديث من القلب.